الرزق من الله والنعمة من الله ليست فقط أموال. ما عندي فلوس أنا ما عندي شيء، مو صحيح. الصحة رزق من الله، الهداية رزق من الله، هذا أعظم الرزق. الزوجة، الأولاد، الفهم والعقل، هذا كلها أرزاق من الله عز وجل. حتى محبة الناس لك هذه نعمة من الله عز وجل تحتاج منك إلى الشكر. وفي ملخص الأمر، تريد أن تكون غنيا لا تحتاج لشيء ولا تنظر لما في أيدي الناس، جاء في الحديث: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.